بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا داخل مصر وخارج مصر، مشاهدين قناة أسعار المواشي اليوم كنز الفلاح. طبعا جينا لكم النهارده بعروض جديدة من تاجر الدبابات الحاج فوزي ضباب، محافظة كفر الشيخ، مركز سيدي سالم. طبعا النهارده جبنا لكم ما شاء الله 3 تفاحات هم والدين لبن ما شاء الله. وان شاء الله باذن الله مع الحاج فوزي مش هتقدر تغمض عينيك، حاجه ما شاء الله. عروض الحاج فوزي ضباب تاجر الدبابات يا شباب اهوت ان شاء الله ما شاء الله. حاجات فواخر يا شباب. وهنشوف دلوقتي تفاصيل العرض ان شاء الله والاسعار ما شاء الله اهيت. وزي ما احنا بنقول الكاميرا عين المتابع. في مشاهدين ياما كانوا بيسالونا على العروض بتاعت الحاج فوزي، قلت لهم والله انا بس في المصنع الجديد بظبط شويه اداء، وان شاء الله هنخش في العرض على طول اهوت. ده العرض الثالث معانا ما شاء الله ما شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو، ازيك يا حاج فوزي؟ الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الله يكرمك. منورنا ومنور الدنيا بحالي. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بقناه اسعار المواشي كنز الفلاح. كل المشاهدين على دماغنا من داخل مصر ومن خارج مصر. طبعا الناس الكويسه اللي بتعلق تعليق كويس على دماغنا، واللي بيعلقوا بمزاجهم وتعليق يعني ما يليقش بيهم على دماغنا برضه. طبعا انا اسعاري فوق او تحت. طبعا انا مش هقول لك انت تشتري غصب عنك. كل واحد بيشتري بمزاجه، كل واحد بينزل السوق يشوف، وفي بما تسوى 100,000 وفي بما تسوى 20,000 وفي بما تسوى عمله خالص. كلام سليم صح. فطبعا احنا بضاعتنا كويسه وبنتكلم عن نفسنا طبعا وما بنجيبش غير الدبابات. دبابات وحضرتك نورتنا واحنا عايزين ننول اعجاب المشاهدين ان شاء الله باذن الله المشاهدين. واولا واخيرا احنا بنجيبوا لبن. اتصلوا بيا وسالوني عليه. لبن وسن وصنف وخلف وبضاعه. واللي تشاور علينا يشتغل في الاول. ماشي. عايز الصغير خلينا نبدا. عشان نقول يا حرام السوق ماشي. خلينا نبدا في الصغار حرام السوق. بس 4 سنات ما شاء الله. ايوه. بصوا يا شباب، طبعا احنا قلنا الكاميرا عين المتابع. لا ده احنا هنا ما عندناش غلطه باذن الله. وطبعا يا شباب الحاج فوزي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم عيد 4 سنات. 4 سنات هم يا شباب. 4 سنات. ماشي ماشي يا باشا. اسحب ان شاء الله. عجله كينيه ثاني وين وما شاء الله عليها مخلفه. بالراحه يا سعد بالراحه. ايوه بالراحه بالراحه كده عشان نفرج الناس ما شاء الله. دي غندور. اللهم صل على النبي. تعالى يا سعد هنا. تعالى يا سعد. ايوه بالراحه بالراحه. خد اسبوعين من تحت وبص على ضربه الشجر من تحت من قدام. ما شاء الله بص الظروف ان شاء الله. بص هذا اسمه تحت. هنجيبها كلها، هنجيب تفاصيلها كلها حاج فوزي. تفاصيل لازم نمتع المشاهد، وهنحلب وهنظبط وهنفتح بزاز وهنشوف الدنيا كلها. هنصورها حته حته، لان المتابع بيجي لك من الصعيد ومن جميع محافظات مصر. تعالى باشا على عينيها كده وعلى وشين. وش بيجيب الليل. وش يجيب الخير اهوت ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. شكل ما انتم شايفين اهوت يا شباب. هي هنصورها ونصور ابنها وهنفتح بزازها ما شاء الله. حلبات فوق المواصفات. انت عاوزه تخش عاوزه تصور. خش على ابنها خش على ابنها ورينا ما شاء الله يا شباب. بسم الله ما شاء الله. وراه عجلي ذكرات يا شباب طلوق اهو ما شاء الله. ما شاء الله عجلي ما شاء الله اهوت بس اهو يا شباب باين خالص اهوت. شبعان لبن ما شاء الله. اللبن بتاعها دسامة اللبن بتاع البقرة بيبان على ابنها يا شباب. الرجل 10 على 10 اهيت يا شباب ما شاء الله. السر 10 على 10 اهيت ما فيش فتاج. الرجول 10 على 10 اهيت ما فيش ميه ما فيش حاجه. عجل ما شاء الله عايز تفطم النهارده من غير امه ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين البقرة اهيت على الطبيعه ماشي. دي طبعا اختبار الرضاعه اهو يا شباب. هنعمل لكم اللي انتوا عايزينه، اللي هتفكروا فيه. اللي هتفكروا فيه احنا هنعمله. ما شاء الله. عجله وراها ذكر اهوت يا شباب ما شاء الله.
يساوي فلوس. يلا يا باشا نفتح ان شاء الله. شوف البز. يلا ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. بس. بسم الله. لا اولاني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. صوت الشغب باين اهو يا شباب. اهو ما شاء الله. ما شاء الله. ثالث. استنى حاج فوزي اما نلف الناحيه الثانيه. ثالث اهو يا شباب. بقرة ما شاء الله. ميزان ميه هي الرابعه يا شباب. ميزان ميه اهو يا شباب. ما شاء الله. ماشي حاج فوزي. ما شاء الله. شايفين يا شباب بيات الحلاوه كلها ما سابتش منها حاجه. وراها ذكر اهوت يسوي فلوس. شاب بيات ما شاء الله. ما شاء الله كل حاجه فيها ما شاء الله. طرف واحد. هو دي طرف واحد ما شاء الله اهي. دي طرف واحد ان شاء الله. لو السقفه وجبتين الصبح تبقى مش شايفه قدام الحشه. طبعا يا شباب شكل ما انتم شايفين احنا بنعرض لكم المغرب اهو. ماشي. يعني دي وجبه واحده ما شاء الله. ماشي. طرف واحد. بص بقى يا حاج فوزي. عاوزين اسعار تقلب الدنيا. بص يا باشا. عشان اقول لك واضحك عليك واقول لك ان في اسعار وتقلب الدنيا وتعمل الدنيا. مفيش فلاح هيديك بهيمه ناقصه عن قيمتها 1000 ولا 2. ماشي. ان كنت بشتريها ناقصه من الفلاح 1000 ولا 2 بدفع عشان انا بدفع حقي. اما بكون ان انا اشتريه واقول لك ده ناقصه 5000 وبحطم الاسعار وبعمل وبخلي وبسوي كلام في الفاضي. احنا عاوزين كلام اللي فيه دفع الفلوس. بما يرضي الله. لا انا بضحك على اللي بشتري منه ولا بنصب على اللي ببيع له. ايوه. انا شاري من فلاح وببيع لفلاح. اسحبها رجلي ساعه. ماشي يا باشا. انا شاري من فلاح وبيع لفلاح. كون ان انا اقول لك شاري بهيمه ناقصه 5000 يبقى انا نصب على اللي شاري منه. ايوه. وكون ان انا اديك مثلا 5000 يبقى انا برضه بنصب على اللي ببيع. ايوه. كل شيء هي البيمه اولها واخرها 1000 1000 ونص دولار ما تبقى يعني جايبه اللي ايه اللي دافع متعزي ومظلوم من العرق اللي بيدفعه. ايوه. كلام سليم. الشابه دي والله انا نظري فوق ال 50000. هي وراها عجل ب 10000 وهي ب 35 ب 36 دولار ما تتقطع. على بعضها تنباع ب 50000. ما شاء الله. تعال نهدي كده. على بعضها تنباع ب 50000. تعال نهدي. نهار ما قطعها وارميه ابيعها ب 46 ب 47. نهار ما قطعها وارميه على بعضها تنباع ب 50000. يعني هي دلوقتي انا هقول على اللي عمله ربنا. انا عايز دلوقتي الناس معلش برضه مع احترامي لك يا حاج فوزي. في ناس بتعرف تشتري مرتاح وبتبيع مرتاح. وفي ناس بتشتري غالي وتبيع غالي. ماشي ما اختلفناش بس ما ينفعش ان انا ابخس مال العالم. لا ما تبخس مال حد. احنا عاوزين اللي يشتري اللي انت تشتري منه يبقى كسبان واللي تبيع له يبقى كسبان. طبيعي ومعروف عن فوزي ان الناس كلها بتبعت فوزي على البقره كويسه. عمر ما واحد بعت لي على بهيمه مش كويسه. لا كلك سالوا على تاجر الدبابات. قالوا لما الفن عروض تاجر الدبابات. انا هروح اقول له مش سكتي بيعطل حاله وبعطل حالي. الشابه ده هي ب 50000. كلام سليم وهبيعها ان شاء الله ب 50000. برضه بس هي عليها ب 44 و600 وبتصرف 200 جنيه عربي. ده الاصل. اصلها. ايوه. اصلها كام تاني؟ 600. انا والله معايا بيع وشري فيها 47. 47 وما رضيتش. ليه؟ طبعا انا بحب ابيع كاش واشتري كاش. فطبعا اللي ما بيدينيش حق بيه خلاص يعتبر ان كان البيع والشراء تم فيه. بس عشان خاطر الفلوس ناقصه 5000 قلت لهم يا جماعه ايه تجيبوا لي حق بقطم. ان بقى فيها عيب شرعي عندي. ما بتحنش بز خفيف بترفص تضرب في اللبن مثلا بترضع نفسيا اي عيب شرعي بتاعتي هقبلها حتى لو هو مش عاجباه نفسيا بتاعتي. الراجل عنده ظروف ومثلا عايز يبيعها بعد اسبوع بعد 2 بعد 3 وما اعرفش وليه ظروف يبيع بهيمته اخدها لكنه بردها لي عادي خالص. ما خدش بهيم وراح مني. احلى يعني ما خدش بهيم. يعني ما مش هنيجي بقى نضرب تاني. لا 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 لا. طيب صلى على النبي. ابيعه كل يوم بامر الله. يعني دي اللي مطلوب فيها كام واللي انت قلته ده يعني 44 و600 الاصل والعرق ده جوده من عند ربنا. اما اللبن رزق من عند الله ما حدش يستنى على اللبن خالص. لا تقريبا احنا عاوزين بص يا استاذ ابراهيم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حته واحد كان بيشتري مني دلوقتي وقال لي طب بيع لي على لبن عشان انا فرجه. قلت له يا باشا اللبن رزق. لا انا هاكل زيك ولا انت تاكل زيي. اللبن رزق. ما حدش يسالني على لبن. اللبن ده رزق. والله فيها اعلى لبن. والله بقى لها 3 ايام عندي ان كان فيها 5 حلبت 8 و9. بس هقول لحضرتك حاجه برضه. انا كان يعني احنا برضه عاوزين نحط نفسنا مكان اللي بيشتري. بيقول لك انا راح اشتري بهيمه مثلا فيها 5 و5 هتصرف 5 تاكل بيهم و5 لعيالي. فبيبقى بعد اذنك برضه يعني بخليني مكان المتابع وانت رد عليه. انت راجل تاجر. انا راجل عايز اشتري بهيمه ادفع فيها قرشين اعرف ايه اللي داخل وايه اللي طالع. بص يا باشا اتفضل. البهيم اللي فيه اللبن معروف ان فيه اللبن. والبهيم اللطخ معروف انه لطخ. كلام سليم. طب البهيمه اللي هناك ديت تقريبا كده الدنيا هي على الحلب عندي 9 كيلو. 9 كيلو في الطرف. والله العظيم من بق صاحبها قال لي فيها عشرات لبن. قلت له انا بعتبرهم 6 و7 7 و7 بس انا حلبه 8 و9. كلام سليم. يعني احنا هنبيع 7 و7. لا اسف
ليه؟ اسف يا باشا، اللبن ده رزق من عند الله. بس برضه احنا عاوزين لازم الناس يا استاذ تطمن. ابراهيم، رب اللبن في السماء، اساله يبعت لك. طب ماشي، ما احنا عايزين، ما هو ما انا احنا بقول لك حلب عندي انا 9 كيلو. 8 في الطرف. في الطرف 8 و9 17 كيلو لبن. بس ده رزقك. تحلب عندك كيلو وتحلب 10، ده رزقك ربنا اللي بعته. طب ما ليه مثلا لما حد كويس المعقول اللي بيفهم وبيقدر وعارف الدنيا في ايه يسالك، يقول لك اللبن، تقول له اللبن رزقي، يقتنع بالكلمه. ده رزق يا اخي، ده رزق ربنا بعته. كل حاجه رزق. ايوه، انما انا ممكن تحلب عند وعلى فكره اقول لحضرتك حاجه، مع احترامي ليك واحترامي لكل التجار اللي في مصر برضه، 99.9% اللبن اللي بيتقال ما بيطلعش. انا اريحك، انا اسلمك هنا 8 و9. عندك ما اسلمكش. طب ما انت مثلا بعد اذنك برضه، احنا الفيديو هيطول بعد اذنكم يا جماعه، معلش انا اسف، الفيديو هيطول، صلى على النبي يا حاج فوزي. طب ما تقول له انت بتاكلها وهو يعمل زيك مثلا. عارفه يا باشا، ايه المشكله؟ من العلفه الوحشه بتاعتك. على الله ماشي. بس بص يا ابراهيم، انا بحط ازود كميه شويه. يعني هو ممكن يحط لها 2 كيلو 3 كيلو في اليوم، كيلو ونص المغرب وكيلو ونص الصبح. انا ممكن احط لها في اليوم 6 7 كيلو. فهمتني؟ بتجيب اللبن شويه. تجيب اللبن، امال تزود الكميه. ما انت بتاكل مثلا بنسبه مثلا 14% او 15% او 19% زي ما الناس ما بتعمل، او زي الناس ما بتشتري كميه العلف. انت بتحط الكميه مثلا 5 كيلو 19%، انا ممكن احطهم 10 كيلو 19% يعدي ال 21%. ما انا حطيت كميه اهو. فهمت وجهه نظري؟ ادي وجهه نظري يعني. فاكلت لبن، انما كون اللبن تسالني على اللبن ده عندي اسلمه لك، عندي وجبه واثنين وثلاثه اللي اقول لك عليه، انما تسالني في بيتك ده رزقك. هو اللي يحطه اللي يجي. ونجي لنا على حاجه ثانيه عشان دي خدت كتير. خش لنا على البقره ديت. ايوه دي غابت، يلا خدت اصغر واحده هي يا شباب. ملي عينكم تاني برضه يا شباب، كسره 4 سنات، وراها عجل ذكر ما شاء الله اهوت، ما فيش في غلطه اهوت يا شباب. ملي عينكم تاني على ما نحل البهيمه الثانيه اهوت. لا ده هي ما فيهاش تاني برضه الضر بتاعها اهوت يا شباب. الضر يعني يعني لا ميزان ما شاء الله 10 على 10 اهوت برضه. وفي نفس الوقت ايه، شكل ما احنا بنقول، هو الحاج فوزي قال لك اللبن رزق، علشان برضه في ناس بتاكل وفي ناس لا، وقال لك الراجل بيقول 5 و6 وهو بيقول ثعلبه 8 و9. ماشي، فدي ايه يعني، انت كده درب في دماغك كده، وانت راجل كلك نظر برضه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العظمه اهوت، الدر اهوت داير. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. ماشي ما شاء الله. خلاص بعد كده خلص، وبعدين اللي زي دي تاكل بجنيه وتحلب ب 10. دي وراها ايه ديت؟ دي وراها ذكر تاكل بجنيه وتحلب ب 10. الناس النهارده بيقول لك الاكل يعني مش هتاكل بجنيه برضه. لا يعني لا يعني انا قصدي يعني كانت مثلا ب 100 جنيه تحاسب ب 200 300 جنيه. ما شاء الله. وراها ذكر. وراها ذكر كويس. ذكر اهوت ما شاء الله يا شباب. معلم سعد بيقول لك الهداوه بفلوس اهو. معلم سعد بيقول هداوه بفلوس. صبح يا معلمي. مساء العسل. وراها ذكر اهوت يا شباب 10 على 10 اهوت. ايوه يلا عشان مش عاوزين نغير. قبل ما نفتح البيز وقبل ما نتكلم، الاسم والعنوان بالتفصيل. الاول محافظه كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، قريه العيساويه. رقم التليفون 010 120 39851. ماشي ما شاء الله. وبرضه عندنا دبابات، ما احنا في الزريبه بس مش عارضينها. وداير الكاميرا اهو يا شباب. الخير موجود، الخير موجود اهو يا شباب، اهو يا شباب. لا مش ده احنا عندنا مش عارضين الثلاثه دول. ما شاء الله. بص ده هم احنا النهارده عايزين نبيع الفلاح. ماشي. بايم نظيفه، بايم كويس. ماشي. انما البايم الثانيه بايم كويسه ونظيفه، بس السكه ايه؟ سكه راجل مثلا عايز يربط، عايز يرضع، عايز يعمل على الله. سكه فلاح. فتح يا سعد كده. بسم الله. ماشي بسم الله بسم الله بسم الله. يلا يا حاج. صوت الشغب اهو يا شباب ما شاء الله. الثاني يلا، الثاني عشان الدنيا هتضلم. احنا اللي اتاخرنا النهارده يا شباب. ما شاء الله. ثالث 70 يا شباب. صوت الشغب ما شاء الله. بزاز جماسه اهي ما شاء الله ما شاء الله. يلا كفايه. 4 كده. الله 4 كده. فتحنا الاربعه. السن بقى السن فوق المواصفات برضه، قافله على الاول. قافله على الاول اهي يا شباب. اخضر وطويل على طوله. على طوله السن اهو ما شاء الله. فاهمني؟ بس يا سعد معاك على طوله كله ابراهيم اهو. على طوله وعلى وضعه، لا هو خالي ولا هو حاتف ولا هو فالي. حاجه زي الكتاب ما بيقول اهي ما شاء الله. البقره اللي زي ديت يا شباب كرشها صغير ديت يعني تاكل اكل بسيط وتجيب لبن صح؟ ما شاء الله. ما تنساش اللايك والشير يا شباب. اعلى خلاص لبن خرب ربنا. ما شاء الله.
ما شاء الله. مش عايزين نطلع المشاهدين عشان الضلمه برضه يا حاج فوزي. دي عامله كام بما يرضي الله كده وراها ذكر اهي؟ الشبه دي والله بيقف عليها 47 و600. 47 و600 وما شاء الله فيها لبن. مش عايز اقول لك ابنها خد بيز، سبت له البيز كله بيز. ما شاء الله الشبه دي فيها احسن من 12 كيلو. بس برضه في الطرف ولا الاثنين؟ الطرف الواحد في الطرف احسن من 12 كيلو في الطرف. اللي فيها 10 و12 بس من ضمن يمين الله حلبهم عندي. ما تسالنيش الا عندي. تعال اسالني عندي وجبه واثنين. وهي المقاسين حلبت النهارده 12 ولا 10 مثلا، وتاني يوم الصبح مخزون فيها لبن مش حلباهم. كلام سليم. طيب انت تعالى اتفرج وجبه واثنين وثلاثه، لد عليك الكلام لد عليك، ما لدش عليك الكلام، لقيت الكلام ده كذب ما تشتريش منه وما تعملناش. اخرها كام ديت؟ ب 47 و600 اصلها. 47 و600 اصلها. وبرضه العرق احنا مش هنتكوا على الناس. العرق لسه ما العرق ده جوده انا عند الله مش لسه ما تكلمناش فيه. وانا طبعا من سعد عمال ينظف لك لسه اهو. وبص ده ما شاء الله. شلشول لسه اهو يا شباب، لسه فيه بشليق الضر في متر لسه فيه قد اللي فيها يا شباب. بص يا ريس يعني ما شاء الله مش متحضره يعني. ان شاء الله بامر الله هتبقى ان شاء الله الوجبتين تبقى كده. ما شاء الله. العجله فيها اعلى لبن. ما شاء بس الله. اللبن ده رزق من عند الله برضه. ماشي. ابنها اهو يا شباب برضه. وخد بز يرضى، عايز نص بز بس عشان ما ظروفش. ابنها ده نص بز ظبطها صح. ما شاء الله. اربط يلا على الثاني على طول يا حاج فوزي. الاسم والعنوان ثاني يا حاج فوزي. محافظه كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، قريه العسويه. رقم التليفون 010 120 39 851. على الله. خد يا صاحبي. دي بقى الدبابه دي ما شاء الله الاصيله. اطعم من خلق ربنا. دي ما شاء الله عليها، انا بحب الحاجه الناعمه دي. ماشي. الجلد الناعم، الصنف، الرجع، البلاطه والبلاطه، الوش الحلو الطعم، والبز الطويل على طوله. العرض الثالث اهو يا شباب. وبعدين على البز الطويل ده اهو ما شاء الله عليه. ملبن في الحليب. ما شاء الله. ملبن في الحليب البز ده. ما شاء الله. وراه ذكر برضه. ما شاء الله. ما شاء الله. دايره فوز. دايره ساعه. ما شاء الله. طبعا احنا الليل دخل علينا اهو يا شباب، شكل ما انتم شايفين. ما شاء الله الكاميرا عين المتابعه اهيت، البقره اهيت يا شباب شكل ما انتم شايفين اهي. خلاص ابراهيم هناك. الرجول بتاعتها حاضر. تعال نشوف السنان الاول. السن يا باشا اخضر وعلى طول، والخنصر لسه اهو ما سواش هنا من هنا. ما شاء الله. ماشي. لسه على طول لسه. قفله على الاول لسه صغيره يا شباب. ايوه لا ما فيش حاجه، ما فيش لسه شابه. وشابه كويسه. شايفين الظهرات يا شباب. الله ما شاء الله. رجلها كويسه خالص. الضر بتاعها اهوت. هات بقى هتعدي. لف الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه. ما شاء الله. شايفين ايه يا شباب؟ تعالي بالراحه يا بط. ما شاء الله. تعالي. قاعده لف وضحكت عليه. ما شاء الله. ما شاء الله. تعالى اهي يا شباب. ما شاء الله. 3 تفاحات معانا هم يا شباب. الجو مصعب. عليا وعلى الكل. الاسعار شاده اليومين دول. ما شاء الله. فتح لنا البزاز كده بتاعته. دي برضه عاوزك تبشر لنا فيها بلبن برضه كده يا حاج فوزي. انا بعيد عن ابنها خالص والله، وانا تاخد عن ابنها هي هدي. ما شاء الله هدي وبتقلب ومهل كلها بتقلب من غير الخلق. ما شاء الله. شايفين يا شباب ما شاء الله بزاز جماسه اهيت. يعني ما شاء الله. ما شاء الله بزاز. شايفين يا شباب؟ شايفين كل بيز شوفين 3 شايفين شايفين ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله. كفايه كده ماشي. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الحلويات دي عامله كام يا حاج فوزي؟ ببلاش خالص للمتابعين. ما شاء الله. الله يكون الشر يا شباب. الله يكون الشر يا شباب. احنا بنجيب لكم ان شاء الله لازم على العرض ده اهو هتلاقي احلى لايك واحلى شيء. تاجر الدبابات الحاج فوزي ضباب. ما شاء الله. انا بنسموا الشاب دهيت غندوره. الله. ما هي غندوره برضه ما شاء الله. نطلقوا عليها سهل. الشاب ده بتدلع وهي ماشيه جوه، مش ده مش الدلع. باجي ده لسه الحلقامه بتاعت الولاده. لسه ما شاء الله عجل. الشاب ده ولد يوم السبت العصر، الحد والاثنين والثلاث والاربع، ابن 4 ايام. ما شاء الله. ما شاء الله يا شباب. اختبار الرضاعه. ما ترضعوش بقى كفايه عليه. ماشي. مربوطه سابقه. ما شاء الله. ده العجاله كويسه قوي. ما شاء الله. دي تفاحه العرض دي. والله كلك احسن من بعض شويه. هم كلك احسن من بعض برضه. ما شاء الله. ما شاء الله. كل واحده فيها صفات عن الثانيه. كل واحده فيها ميزات عن الثانيه ما شاء الله. شايفين ما شاء الله.
شايفين الضره يا شباب؟ عشان لو حد برضو ايه، كل واحد يملي عينه برضو. شايفين يا شباب اهو. اهو يا شباب، اهو يا شباب، اهو يا شباب، ما شاء الله. اهو يا شباب، اهو يا شباب، شايفين الضره اهوت ما شاء الله. حاجه بصوا، هولشتاين اهو. على فكره البقر ده انا بحبه عن الهولشتاين والحاجات دي. خليط هولشتاين. لا انا قصدي دي بالنسبه للمربي. الله ينور عليك. مناعه عاليه، انتاج انتاج عالي في اللبن. ومناعه عاليه. الله ينور عليك. واهم شيء عندي المناعه. انما الثاني عايز اللي حاسس عليه، لو خدته واهملته ضيعته. هي بهيم كويسه برضه، وبهيم برضه نسبه الاضرار في اللبن عاليه خالص. بس تربطها صح. بس طبعا دي بهيم فلاحي تسرح وتروح. عايزين نبشر الناس بديت. الشابه دهيت والله بيقف عليها 45 و6. 45 و6 في عليه اصلها. يعني لسه 45 ونص و100 جنيه للراجل. ما شاء الله. بس عجله بسم الله ما شاء الله. بص يا جبران تصور البز من هنا. لا هي باينه اصلا ما شاء الله. شايفين يا شباب؟ شايفين ما شاء الله. جرب عليها مسطره ما شاء الله. بصوا يا شباب، بص اهي ما شاء الله عليها حاجه ما شاء الله. يعني البز بيتميز عن الباقي من الاثنين التانيين. ما شاء ايوه دي ما شاء الله برضو اهي باينه خالص اهي. طبعا المربين عارفين الحاجات دي كلها. طبيعي ده احنا بنوريهم بس هم يعني ايه. البز ده من البز الصغير يا باشا 2000 و3000. اشتريها زي دي 3000 و4000 عشان اريح الناس اللي بتحلب. عايزين ندي الناس سعر يا حاج فوزي، وعايزين نقول رقم التليفون تاني. 45 و600. طبعا رقم التليفون 010 120 39851. العنوان كفر الشيخ سيدي سالم قريه العساوي. كلمه منك بقى، منك انت لي يعني تقريبا كم كيلو لبن؟ كم كيلو لبن؟ كم كيلو لبن؟ بص يا باشا الشابه دي حلبه عندي 8 دي، بس برضه اللبن رزق. 8 اللبن رزق يا شباب. يا باشا اللي جاي اسلمه يا شباب. بصوا هقول لكم فكره برضه، انت استلم هنا وفي نفس الوقت خلي الراجل يقول لك هو بيعلف ازاي وبياكل ازاي، وانت تدرب دنيتك في دماغك صح؟ الفلاح ما بياكلش زي التاني. اي الفلاح عمره ما اكل زي التاني. معظم التجار ما بتاكلش زي بعض. في تاجر وزي زيك برضه بس ما ياكلش زي ايه؟ ما ياكلش زيي. خايف تصرف عليه. احنا بنمتازوا عن بعض بان انا بصرف شويه والتاني ما بصرفش. يعني انا مثلا ممكن اجيب شكاره عارف اكلها 3 4 5 باين في اليوم ولا بتاع، لا هو ممكن ياكل الشكاره ديت يقعد ياكل فيها يومين 3. فاهمني؟ فاحنا في تجار بتمتاز عن تجار بالاكل، ما بالك الفلاح ما بيهونش عليه. اول واخد نص كيلو في الرشه، يحط البيمه نص كيلو في علبه. انا دخلت عند واحد لقيته بيقلب بيمه في علبه شحم. علبه شحم يعني نص كيلو رده ورش لها بيها. طب ده هتجيب منين؟ هو معود نفسه على كده، معود رزقه على كده. ما شاء الله. لا احنا بطريقتنا كويس. رقم التليفون النهارده الشلشول اهو. رقم التليفون 010 120 39851. شكرا جزيلا يا شباب. وشكل ما انتم شايفين العرض اهوت ما شاء الله، عرض الحاج فوزي تاجر الدبابات. غبنا لكم بس جينا لكم بالاصل اهوت. هو في مثل بيقولوا غاب وجاب مش غاب وخاب. ان شاء الله احنا غبنا وجبنا. ما شاء الله. انا ما صورتش بقالي اسبوعين ساعه الله وبركاته، ما صورتش بقالي اسبوعين، بس انا يعني كنت عندي هدف ان انا اوصل اصور العرض اللي اصوره عرض كويس ومميز. ما شاء الله. عشان انول اعجاب المشاهد. ما شاء الله. طبعا احنا مش مستنيين من حد غير اللايك والشير والصلاه على النبي. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللايك والشير يا شباب. ادعموا الفيديو بلايك. التعليق بتاعك سواء ايجابي سواء سلبي على دماغنا من فوق، بس حاول يكون النقد بتاعك بناء. يعني لما تيجي تنتقد واحد انتقده بموضوعيه، مش تشتم وخلاص او تتكلم وخلاص. يكون ظاهر قدام الناس. هقول لحضرتك برضه حاجه حاج فوزي، صلى على النبي. جميع قنوات اليوتيوب اللي بتعرض مواشي او بتعرض اي حاجه بيجي عليها انتقادات سلبيه. صاحب القناه عارف بيعمل ايه؟ عارف بيعمل ايه؟ انا اللي اخلي ده اللي يغلط اقوم شايله حذفه من القناه خالص. لا يا باشا احنا عايزين نسمع راي الناس كلها. راي الناس رايه ما اسمحش. يعني رايك في فرق بين رايك وفي فرق بين ايه؟ غلط. ما انت اصل احنا برضه يعني ايه، خليك واعي كده، قول رايك خلي الناس ترد عليك. الناس كلها على دماغنا، كل الناس على دماغنا، اللي يشرفونا على دماغنا من فوق واللي ما يشرفش على دماغنا من فوق، واللي علق كويس واللي علق وحش على دماغنا من فوق. اي حد يا شباب. وطبعا احنا ما بنزعلش حد. مش عاجباك من غير عيب شرعي تجي لي صريح وتقول لي بنتك مش عاجباني من غير عيب شرعي وانا اخدها. وبرضه في العرض اللي قبل اللي فات رديت لي بهيمه على العرض من غير عيب شرعي خالص. كلمني صاحبها. طب عشان خاطري قلت له يا باشا كلمني. قال لك ايه؟ كلمني. قال لي الحاج فوزي. اولا انا بتكلم قدام الدنيا بحاجه. كان دافع 48,000. هي 48 ونص في العرض، قطع 500 قال عشان الواجب بتاعنا. قلت له يا باشا على دماغي من فوق من ضمن يمين الله اديته 40,000 والتانيين اديتهم له ثاني اسبوع. قلت له اتفضل انا بستلف منك ال 10,000. كلمني.
في كفاءه، قال لي في كفاءه، قلت له ده ما تسمع بهم زي النهارده، قال لي اسمع بهم. كلمني. اتفضل يا عم الحاج حقك اهو، والباقي زي النهارده، قال لي ماشي. كلمني. زي النهارده خدته. كلمني في التليفون وهو من كفر الشيخ، وهو كان باعت اخوه أيوة. وهو مسافر بره. حصل. وقال لي، قلت له الحاج فوزي راجل، وقال لي اجاي لي عيل صغير في العيله بتاعته راجل، وهتروح حقك وزياده ولا حق عندي. هو قال لك انا اللي زعلته؟ لا طيب ما الحمد قالش، الراجل شكر هو وقال هيشوفنا دلوقتي وقال ويسمعنا. احسن معامله، وربنا يصلح الحال. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا داخل مصر وخارج مصر. ما تنساش تدعم الفيديو بلايك. اسف على زياده الفيديو لانه اخذ وقت كبير، بس انتم شايفين اهوت كل حاجه قدامكم. البضاعه بس فاخره شويه وسحبتنا في الوقت. ما تنساش اللايك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.